هل ممارسة العادة السرية في رمضان تفسد الصيام أم لا؟ وما هو حكمها الإسلامي؟ وماذا يجب على من استمنى في نهار رمضان أن يفعل؟ وهل صومه مقبول أم لا؟ أم أن صيامه لن يقبل منه الدهر كله؟ تابعوا الفيديو للأخير لنجاوب عن كل هذه الأسئلة، واضغطوا على زر لايك واشتركوا في القناة من الزر الأحمر تحت لتصلكم كل الفيديوهات الجديدة مثل هذه. ولنبدأ الآن على بركة الله. أولا، الاستمناء لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره. الاستمناء محرم ومنكر عند جمهور أهل العلم، لا يجوز فعله لما فيه من مخالفة قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء غير إتيان الزوجة وغير إتيان ملك اليمين، فهو عبث ومنكر وهو عدوان. ثانيا، فيه مضار كبيرة مع كونه مخالفا للشرع، فقد قرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة، قرروا أن فيها مضار كثيرة على المستمني. ثالثا، على من استمنى في رمضان أن يقضي اليوم، عليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه أفطر فيه بهذا الاستمناء، يعني صار في حكم المفطرين فإن لم يأكل ويشرب، لكنه صار في حكم المفطرين فعليه القضاء، قضاء اليوم. رابعا، أما حديث من أفطر يوم في رمضان لم يكفر عنه صوم الدهر وإن صامه، فهو حديث ضعيف عن أهل العلم مضطرب الرواية، ليس بثابت، ولو ثبت لكان معناه عند أهل العلم الزجر والتحذير من الإفطار بغير حق، وليس معناه أنه لا يقضي، لا، بل معناه الزجر عن تعاطي الإفطار بغير حق. والصواب أنه مضطرب ليس بثابت، وعلى من أفطر بالاستمناء أو بغيره أن يتوب إلى الله ويندم ويبادر بالقضاء، عليه أن يقضي ما عليه مع التوبة والاستقامة، وليس عليه كفارة، فالكفارة تختص بمن جامع في رمضان خاصة. أما الاستمناء في رمضان أو الأكل عمدا أو الشرب عمدا في رمضان فهذا يوجب القضاء ويوجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، وليس يوجب الكفارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا نكون قد وصلنا إلى آخر الفيديو، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه، لذا قبل الخروج اضغطوا على زر لايك واشتركوا في القناة لتصلكم كل الفيديوهات الجديدة مثل هذه، وتابعوا فيديوهاتنا السابقة. وإن كانت لديكم أفكار أو آراء عن هذا الفيديو قوموا بالكتابة لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.